أحمد خلاني أخسر حضانة ولادي، بس اللي كسرني بجد إن أهلي شهدوا ضدي. رحت لأهلي أطلب دعمهم بعد ما رفعت قضية طلاق. كنت فاكرة إنهم هيبقوا ظهري. أمي فجأة زقت الموبايل قدامي وقالت: إحنا عارفين حقيقتك. رسايل باسمي، كلام بشع عن ولادي، حاجات عمري ما كتبتها. قلت لها: دي مزيفة، أحمد عامل كده عشان أنا سبته. أخويا دخل وقال: وفري تمثيلك، إحنا فاهمينك. الحقيقة، أنا سبت أحمد بعد ما قفشته بيخني. واجهته، قال لي: وإيه يعني؟ إنتي ملكيش مكان غير هنا. تاني يوم رفعت قضية الطلاق. بعد 3 أسابيع، أمي قعدت قدام القاضي وقالت إني غير مستقرة نفسياً. أخويا شهد إني خطر على الأطفال، وأحمد عيط وتمثل دور الضحية. القاضي حكم لي بالحضانة كاملة، وأنا بقالي زيارة مرة واحدة في الشهر، ساعتين، في أوضة رمادي وتحت رقابة موظف. 2 سنين وأنا بحاول أستأنف، كل مرة تترفض، علشان شهادة العيلة ضدك. ولادي بقوا يخافوا مني، ما يبصوش في عيني، يردوا بكلمة. وفي الكريسماس شفت على إنستجرام أهلي كلهم محتفلين في بيت أحمد، أمي لابسة طاقية سانتا، ولادي بيفتحوا الهدايا جنب الست اللي خني معاها. بعدها أحمد قدم طلب ينقلهم ولاية تانية، 2000 ميل بعيد عني. كنت خلاص خسرت كل حاجة، لحد ما ابني بعتلي رسالة من موبايل صاحبه: بابا هيبعد أمنا عشان ما تعرفيش الحقيقة. تسجيلات، تهديدات، وتدريب على الكذب من وهو عنده 12 سنة. ابني وقف قدام القاضي وقال: بابا خلاني أكذب على أمي، وأنا مسجل كل حاجة. 6 تسجيلات اتشغلوا. المحكمة سكتت. القاضي حكم ليا بالحضانة كاملة قبل سفر أحمد ب6 ساعات. وأهلي اتصلوا بيا 30 مرة، ولا مرة رديت. السؤال بقى: الخيانة كانت من أحمد ولا من أهلي اللي سلموني بإيديهم؟